هلا والله معاكم داي. مقطع جديد ويمكن تصير سلسلة بالقناة لو عجبتكم يعني، واللي هي لفة على الانستغرام نشوف مقاطع ريلز ونتنم، قصدي يعني نعمل ردة فعل بما يرضي الله. وقبل ما نبدأ هاي أجمل تعليقات من آخر مقطع، بلا ما يجي حدا يتهمني بالعنصرية بس لأني ما طلعت أجمل التعليقات. بس والله حط لايك وخلينا نبدأ. اوكي، كاتب منيح انه جدي مات قبل ما ينحرف وحاطط ايموجي ضحك. خلونا نشوف المقطع. اوه ماي جاد، حرفيا هدول هم اخر فئه كنت متوقع هذا الشيء منهم. حرفيا انا كنت افكر انه الكبار بالسن ضد هاي الفكره، فكره الشذوذ وهاي الامراض، لانه شاركوا بالحروب وعقولهم قديمه. يعني عقولهم بتفكر انه الصح هو انه ما يصير هاي الاشياء موجوده بالمجتمع، وانه عندهم حكمه ومستحيل يتقبلوا هاي الاشياء. حرفيا كنت متوقع هم اكثر ناس معارضين التطور، واللي الناس بتسميه التطور اللي قاعد عم بيصير بالعالم، واللي انا بسميه صراحه تخلف. هذا حرفيا تخلف ما له اي علاقه بالتطور، ولكن اني اشوف العجائز ماشيين معاهن، والله هذا شيء غريب، والله شيء جديد حرفيا. والله حتى هدول انغسلت عقولهم. حرفيا ما كنت اتوقع انه العجائز تخرج عن السيطره، لانه حرفيا كان لازم يكونوا الحكمه والاشياء الامور الجيده والناس اللي بتعطي نصائح. ما كنت اتوقع انه ينحرفوا، بس والله انه عندي احساس يا اما هدول خرفوا وصاروا يعملوا اشياء وما لن واعيين عليها، يا اما انه طفشوا وحبوا يغيروا جو، قالوا لك يلا يا حبيبي خلينا نجيب مشاهدات ونغير جو، ليش لا يعني. والله لا يبلانا. بس خلونا نشوف المقطع اللي بعده. هذا التليفون بسرعة. يلا صوروا، بدنا نمشي. يلا صوروا معه. يلا بسرعة. صوروا سامي. يلا باي خلاص. لا إله إلا الله. أنا بعد مقطع الشامي قلت خلص حاتركه بحاله وبكفي عذاب الآخرة اللي عم بنتظره، لكن والله عم بيطلع لي من حيث لا أعلم. شايفين هدول البنات؟ هم نفسن البنات اللي كانوا عم بيسبوني بآخر مقطع حكيت فيه عن الشامي. لا وقال لك شو، يسبوني وبعدها بيكتبوا حب وحنان، وأنا كنت مستغرب ليش عم بيسبوني مثل أولاد الشوارع، وفجأة عم بصيروا رومانسيين بنفس الكومنت حرفيا. واكتشفت إنه حب وحنان طلعت واحدة من كلمات الشامي. بعدين شو وضع البوسة بالنهاية يا أخي والله إني غبي، معلش أنا آسف يا جماعة الخير. قاعد عم بسأل على البوسة وهي حرفيا قبل البوسة حكت له دخيل الكمال عندكم يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلونا نشوف اللي بعده. البنات في البيت يا راسي يا ظهري، في السوق تشوفون ميسي بهجمة مرتدة. شوفكم يا بنات. قسما بالله متأكد إنه هدول هم الفئة اللي خربت التيك توك. يعني لو لاهم بتلاقي التيك توك عادي تطبيق طبيعي ومثله مثل اي تطبيق، بس انا ماني فاهم شو جاب هذا المقطع للانستغرام. حرفيا لازم يكون موجود بالتيك توك. مين اللي قاعد عم بيسرب المقاطع للانستغرام؟ بعدين شو وضع الضحك بالاخير؟ يعني المفروض نحن نضحك ولا شو؟ انا لو بقدر اتمنى شيء غير انه هاي الاشكال تنقرض، بتمنى انه هذا الشخص والناس اللي مثله يشوفوا اشخاص كرنج اكثر منهم، بس عشان يحسوا بالشيء اللي نحن بنحس فيه لما نشوفهم ولما نتابعن. حرفيا خليه يعرف شعورنا. لا اله الا الله. والله شكله مقطع راح يرفع لي ضغطي على الاخير. خلونا نشوف اللي بعده. لا يا اخي لا، بس بكفي. انا يا اخي حرفيا كنت زمان اعتب على فانزات بي تي اس، اللي بتلاقي اذا واحد من فرقه بي تي اس سب على الاسلام او سب على دينه عادي بيطلع بدافع عنه. بس حرفيا بعد ما شفت الشامي ما عدت استغرب من اي شيء. عرب مننا وفينا، شوفوا كيف عادي يعني بعد كل شيء سواه الشامي وعندنا الموضوع طبيعي يعني. بعدين يا اخي انت رجال حرفيا. اللي بالمقطع اللي قبلك كانوا بنات، اوكي البنات بفكروا بعاطفتن، ممكن اي شيء يعني يضحك عليهن، اما انت رجال شو عذرك انك عم تطلع وتعمل هاي الحركات؟ ليش الدلع يا اخي؟ ليش الكرنج؟ صاحب المقطع هذا حرفيا بتلاقيه الدنيا عنده حلاوه، لسه ما شاف شيء من صعوبات الحياه واخذ الحياه يعني ايزي، كانه داخل جيم ماينكرافت. لا اله الا الله. بس الله يهديك والله. يعني انا متاكد لو انه بتكبر شوي وبتوعى شوي تعرف قديش الشيء اللي عم تسويه كان غلط وكرنج بشكل مو طبيعي. على العموم ما عاد فيني اقدر اشوف اشياء كرنج اكثر من هيك. ان شاء الله يكون المقطع نال على اعجابكم، مع اني ما بعرف كيف رح ينال على اعجابكم بوجود هاي الاشكال، ولكن خلاص بما اني انا كنت موجود بالمقطع فخلاص يعني لازم ينال على اعجابكم، ما في يعني خيار تاني. بس والله لا تنسوا
تتابعوني على الانستغرام غالبا ما بنزل فيه إشي، ولكن خلونا نوصل 1000 متابع هناك. روح تابعني يا اخي، ايش وراك؟ وبس والله لو عجبتكم هاي الفكره من المقاطع وحابين اعمل رده فعل على مقاطع انتم بتبعتوا لي اياها، فكل اللي عليك تروح ترسل لي المقطع على الانستغرام، يا اما تشارك بهاشتاج لفه مع داي. روح على الانستغرام وشارك بهذا الهاشتاج، وان شاء الله بصير اجيب مقاطع من هذا الهاشتاج ومن المقاطع اللي انتم بترسلوا لي اياها على الانستغرام. وبس والله لا تنسوا اللايك والاشتراك، ما ضل شيء على 12000 مشترك، خلونا نحاول نوصل 20000 قبل نهايه السنه. وبس والله كان معكم داي، بيس. حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا.